اكل الساعة كام؟ التوقيت الصح للاكل عشان حرق دهون البطن. من الاخر، هو في حاجة اسمها توقيت الاكل الصح؟ يعني لو كلت في وقت معين ممكن فعلا تحرق دهون البطن بسرعة؟ ولا كل الكلام ده اشاعات؟ النهارده هنجاوب على الاسئلة دي واحدة واحدة بعلم ومرح كالعادي. فيلا بينا. هو فعلا توقيت الاكل بيفرق في حرق الدهون؟ وفرق كبير كمان. مش بس ايه اللي بتاكله، لكن امتى بتاكل. بيأثر بقى على ايه؟ مستوى الانسولين، معدل الحرق، وحتى نومك. الجسم ليه ساعة بيولوجية بيتحكم في كل حاجة من الهضم للهرمونات. امتى الجسم بيكون في انسب وقت لحرق الدهون؟ الصبح. من اول ما تصحى لحد المغرب تقريبا الجسم بيكون في وضع نشاط الحرق. ليه؟ الكورتيزول بيكون عالي والانسولين بيتصرف بشكل اكتر كفاءة. يعني لما تفطر بدري وتحافظ على وجباتك خلال النهار بتحفظ الجسم يحرق اكتر. طب لو بحب اكل بالليل قبل النوم ينفع؟ سؤال مهم جدا. لو بتاكل ساعة او ساعتين قبل النوم، بالذات وجبة كبيرة تخينة، الانسولين هيفضل عالي، وده معناته الجسم مش هيحرق دهون، والنوم هيبوظ ويبقى اخف، والدهون هتتخزن حوالين البطن مش هتتحرق. يعني العشاء التقيل معناته كرش الكبير. طب هو فعلا الصيام المتقطع مفيد لحرق دهون البطن؟ جدا لو عملته صح. فكرة الصيام المتقطع ببساطة انك بتاكل في فترة محدودة زي مثلا 8 ساعات، وتسيب الجسم يصوم ال 16 ساعة الباقيين. في خلال فترة الصيام دي بقى الانسولين يقل والجسم يبدأ يحرق دهون للطاقة بدل السكر، وخاصة بقى دهون البطن. بس خلي بالك، لو كلت اكل مليان سكر في ال8 ساعات دول مفيش فايدة. يعني الصيام مش رخصة للبيتزا. طب هل في وقت مثالي لكل وجبة؟ طبعا. تعال نقسمها. الفطار ما بين الساعة 6 و9 الصبح، الجسم بيبقى جاهز للهضم وسكر الدم بيبقى ثابت. الغدا الساعة 12 الظهر ل3، ده الوقت الذهبي لحرق السعرات، خاصة لو فيها بروتين وخضار. العشاء الأفضل يكون خفيف وما يتأخرش عن الساعة 6-7 بالليل، وبرضه يفضل يكون بروتين خفيف أو زبادي يوناني أو شوربة. طب واللي بينام متأخر ياكل امتى؟ سؤال عملي جدا. حتى لو بتنام الساعة 1 ولا 2 بعد نص الليل، حاول تخلص كل أكلك قبل الساعة 8 مساء. ليه؟ لأن بعد الساعة 8 مساء الميلاتونين بيبدأ يشتغل، وده بيأثر على إفراز الإنسولين. يعني نفس الأكلة لو كلتها الساعة 1 الظهر هتخزن لك دهون لو كلتها 11 بالليل. طب لو جعان بالليل أعمل إيه؟ اشرب مية الأول. ناس كتير بتخلط الجوع والعطش، لكن لو فعلا جعان خد حاجة خفيفة جدا، زبادي لايت، خيار، مشروب أعشاب دافي زي النعناع أو القرفة، لكن ابعد عن السكر والنشويات تماما. طب هل في فرق بين الرجالة والستات في توقيت الأكل وحرق الدهون؟ بصراحة الستات عندهم حساسية أعلى للإنسولين والتغيرات الهرمونات. يعني الصيام الطويل ممكن يسبب اضطرابات في الدورة أو توتر، فمهم جدا الست تظبط التوقيت والأكل حسب جسمك وحالتك. طب هل النوم ليه علاقة بتوقيت الأكل وحرق الدهون؟ أكيد. لو نمت كويس الانسولين والميلاتونين بيبقوا متوازنين مع بعض قوي، وده معناته ان الجسم بيحرق دهون حتى وانت نايم. لكن لو من النوع اللي بتسهر كتير وبتحب تاكل بالليل كتير، فالحرمان من النوم بيرفع الكورتيزول، وده بيخلي الجسم يخزن دهون خصوصا حوالين البطن. خلاصة الكلام، عاوز تحرق دهون البطن؟ ركز على 3 قواعد دول. كل بدري ونام بدري، تجنب الاكل بعد الساعة 8 بالليل، اختار وجباتك صح، لكن كمان اختار توقيتك صح. الساعة مش مجرد رقم، الساعة هي كمان بتحدد لو جسمك هيحرق ولا يخزن. قولوا لي بقى في الكومنتات، امتى اخر مرة اكلت قبل النوم؟ وهل انت من اكيل الليل ولا اللي بتنام جعان؟ ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده اجابة السؤال، اكل الساعة كام؟ التوقيت الصح للاكل عشان تحرق دهون البطن. من الاخر